ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة واحسن حال. بدأنا ترم جديد، حبيت النهاردة ان انا اشارك معاكم شوية افكار بسيطة كده للسندوتشات المدرسة. هنعمل حاجات بسيطة جدا علشان خاطر طبعا الميزانية، وفي نفس الوقت مش هنحرم ولادنا ان احنا نعمل لهم حاجات بسيطة كده. بس ان شاء الله هنراعي ان هي ما تبقاش فيها طبعا لحوم ولا كلام من دوت، لان طبعا ما ينفعش اصلا حتى لو ميزانيتنا تسمح ان احنا نودي ولادنا بانيه وناجتس ومعرفش ايه والكلام دوت. ما ينفعش خالص لما يروحوا البيت. طبعا احنا بنعمل لهم اللي هم عايزينه. فان شاء الله هديكم شوية افكار كده باذن الله تنفعكم. يلا نسمي الله كده ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونبدأ مع بعض. اول حاجة واهم حاجة يعني بنعملها السندوتشات وغير سندوتشات، ان احنا بندمس فول في البيت. بيبقى انضف طبعا وبيوفر معانا كتير جدا في الميزانية. بصوا كمان انا بعمل حاجة حلوة جدا، ان انا بجيب بالبطاقة بتاعة التموين بدل العيش. يعني ساعات بجيب عيش طبعا اللي هو العيش بتاعنا العادي، وساعات بجيب العيش اللي هو الصغير الشامي دوت، وبعمل لهم بيه سندوتشات فول. بيبقى حلو جدا وزي بتاع المطاعم بدل ما يشتروها من بره. كمان ممكن تعملي عجينة طعمية، وطبعا الحاجات دي انا عملتها معاكم قبل كده. فطبعا تقدروا تشوفوا كل الوصفات دي معايا كده في القناة موجودة كلها. الجبنة برضو ممكن. بصوا الخضار حلو جدا وكتير جدا يا بنات، واسعاره حلوة، سواء كان الكابوتشا، خيار، الجرجير، الخس، الحاجات دي كلها ممكن نعمل جبنة ونحط فيها اي نوع من الخضار اللي الولاد بيحبوه. اللانشون كمان نقدر ان احنا نعمله في البيت، او نجيب مرة كده في الاسبوع لانشون او جبنة رومي مرة واحدة كده في الاسبوع. البيض انا مش بحبذ قوي، يعني موضوع البيض المسلوق دوت يعني في السندوتشات بيعمل ريحة كده وبيقلب ريحة الفصل ويعني مش بيبقى مستحب. يعني لو هو بيحب البيض المسلوق ممكن تعملي له واحدة بس كده ايه يفطر بيها قبل ما يمشي يعني. تمام. ممكن نعمل بيض اومليت طبعا. المعجنات طبعا نقدر نعمل معجنات بالجبنه، ونشيلها في الفريزر، نعمل كميه يعني ونشيلها في الفريزر. وانا عملت معاكم كذا فيديو للمعجنات برضو. القرص اللي هي بالقرفه والسكر دي لو بيحبوها برضو بيشتروها من الافران الصبح، نقدر برضو ان احنا نعملها. ودي يا بنات طريقة معجنات حلوة جدا، تقدري ان انت تعمليها بكل سهولة. تعجنيها من غير عجان عادي جدا على ايديكي. 3 كوبايات من المية مع معلقة خل، نص فنجان من الزيت، معلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين من السكر. بتدوبيهم كويس مع بعض، وبتكوني محضرة كيلو من الدقيق، عليه معلقتين من اللبن البودرة ونص معلقة من البيكنج باودر. وبتنزلي الدقيق في السائل دوت شويه بشويه لحد ما العجينه تلم معاكي، وبتبقى حلوه جدا وتبقى ناعمه كده وملمسها طري. وبتسيبيها تخمر وبتعملي بيها اي حاجه انت عايزاها، سواء قرص بقى، سواء ميني بيتزا، اي معجنات باتيه، او اي حاجه انت عاوزه تعمليها. كمان نقدر نعمل النوتيلا البيتي. النوتيلا ديت طريقتها بسيطة جدا وسهلة خالص. كوباية من السكر البودرة، كوباية الا ربع من اللبن البودرة، معلقتين من الكاكاو الخام، ونص كوباية من المية المغلية، وكيس اللي هو الكابتشينو اللي هو بالبندق دوت، ونص كوباية من الزيت. كل ده هنحطه في الخلاط، والزيت هننزل بيه في الاخر خالص كده لحد ما القوام بتاعها بيبقى تقيل. تقدري تعمليها باللبن، هتستغني عن اللبن البودرة والكوباية المية، وتحطي كوباية من اللبن اللي هو السايب بتاعنا. تمام. تقدري زي ما قلتلك تعملي ميني بيتزا. وانا عملتها معاكم قبل كده. انا بعملها كميه كده وبحطها عندي برضو في الفريزر. تقدري تحطي فيها جبنه، اي نوع جبنه انت عاوزاها، وفلفل وزيتون، وتعمليها وتحطيها برضو في الفريزر. تقدري تعملي كيكه برضو، هتنفع جدا للفطار وهتنفع كمان للعشاء. بصوا هي هتنفع، هتحطيها برضو في اللانش بوكس بدل ما يشتروا من بره، او ياخدوا مصروف يشتروا اي حاجه كده من بره. هتعملي لهم بقى كيكه، وانا عملتها برضو معاكم قبل كده كتير. بتبقى طريقتها بسيطة وسهلة جدا. في الخلاط هتحطي بيضتين، وكيس من الفانيليا، كوباية من اللبن، كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من الزيت، ومعلقة خل. وهنحط كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح، وكيس كيك شيف. ونقلب دوت مع بعض، ونحط السائل دوت على الدقيق، ونكون مبطنين الصينية بتاعتنا مقاسها 24. نديها مسحة كده من الزيت وتبطينة من الدقيق، ونحطها في الفرن. تمام. ممكن كمان نعمل ايه،
يعني بيضة مسلوقة كده مع جبنة وفلفل ألوان ورشة ملح وفلفل وزعتر، ونحطها في ساندوتش ياكلوه قبل ما يمشوا، أو يعني ايه لو ولادكم زي ما قلنا كده بيحافظوا على نظافتهم، يكون معاهم مناديل أو كده، نقدر نعمل الساندوتش ده. بطاطس مع بسطرمة وفلفل ألوان، برضو حتت من البسطرمة كده مع بطاطس نشوحها كده على النار في معلقة زيت أو سمنة، ونحط عليها فلفل. ممكن بطاطس مع بيض أومليت، ودي بيبقى حلوة جدا، عليها برضو ملح وفلفل ورشة بابريكا كده وزيتون، ونعملها برضو في ساندوتش. ممكن كمان نعمل جبنة بالطماطم والفلفل، ونحط برضو في الساندوتش كده خس او خيار او اي نوع من الخضار هم بيحبوه. ممكن برضو نعمل طبق كده فيه بطاطس مهروسة عليها مايونيز وفلفل وجزر مبشور وفلفل الوان، بتبقى حلوة جدا، ومعاها رشة فلفل اسمر، بتبقى جميلة جدا. ممكن نعملها سندوتشات برضو، هتبقى حلوة جدا. وما تنسوش يا بنات التمر بيبقى حلو جدا الصبح، بيدي طاقة حلوة جدا للولاد. لو ينفع نجيب برضو ونديهم 3 تمرات كده ياكلوها قبل ما يمشوا، لان الولاد بتقوم يعني ما بتبقاش عايزة تاكل اي حاجة خالص، فيبقى معاهم كده في اللانش بوكس، او يفطروا بيه او ياكلوه كده قبل ما يمشوا. بيبقى حلو جدا، وبيبقى بيديهم طاقة كده، وبيساعد على التركيز، وبيبقى حلو جدا. كمان العصاير ينفع ان احنا نعملها في البيت ونديها لهم بدل ما يشتروا العصاير اللي هي معلبة. بصوا دي شوية حاجات انا كنت مجهزاها برضو، بتنفعني جدا. الفول والطعمية بعملها كده اول الشهر وبحطها في الفريزر عندي، بتسهل عليا الدنيا جدا. الحلاوة نقدر نعملها في البيت، انا عملتها معاكم قبل كده، وده اللانشون انا كنت عاملاه في البيت وكلته لوحدي، مرضيش ياكلوه الله يسامحهم. وده شيبسي برضو نعمله برضو في البيت. دي بقى معجنات، كل الحاجات اللي انا بوريها لكم ديت احنا عملناها قبل كده في القناة، تقدروا تاخدوا لفة كده في القناة هتستفادوا جدا. وخلية النحل برضو دي تقدروا تعملوها من بالليل، وتحطوها لهم بقى كده محشية بالجبنة واللانشون او اي حاجة هم بيحبوها. دي برضو خلية نحل بالشوكولاتة، بتبقى حلوة جدا، الولاد بيبقوا مبسوطين بيها قوي. تقدروا برضو تعملوها لهم وتحطوها في اللانش بوكس، وبسيطة وسهلة جدا. كل المعجنات دي انا كنت عاملاها بالجبنة والزعتر. الكيكة زي ما قلت لكم نقدر ان احنا نعملها، ودي كانت نوتيلا كده حطيتها فوق من على الوش، والولاد بيبقوا مبسوطين بيها جدا. زي ما قلت لكم بدل ما يشتروا حاجات من بره، نقدر ان احنا نعمل لهم برضو فشار ونحطها لهم. الميني بيتزا ديت زي ما قلت لكم برضو نقدر ان احنا نعملها ونحتفظ بيها في علب في الفريزر، بنطلعها بتفك وبتبقى حلوة جدا، وبتبقى من الحاجات اللي هي بتنجز في الوقت جدا، لان هي بتبقى مش محتاجة حاجة، هي بتطلع تفك وبتحطيها لهم في اللانش بوكس. بصوا كمان انا ولادي بيحبوا جدا البطاطس المحمرة، يعني بعملها كده مسلوقة في مية فيها خل وملح، وبسلق كمية كده وبحطها عندي في التلاجة، مش بيجرى لها اي حاجة خالص. بقوم الصبح بحمر لهم، وممكن اعملها بقى سندوتشات مع كاتشب، وبيبقوا فرحانين بيها جدا. وما تقلقوش مش هيجرى لها اي حاجة خالص في التلاجة، هي بتقعد معايا ب3 4 ايام طالما بسحب منها والتبريد بتاع التلاجة كويس. دي برضو اللي هي القرص اللي هي بالقرفة والسكر اللي انا بقول لكم عليها، وبحطها في الفريزر وبطلعها برضو بتبقى حلوة جدا ومسعفة قوي. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بفكرة واحدة بس. يعني ما ترهقوش نفسكم زي ما قلت لكم في موضوع السندوتشات ده، اي حاجة المهم يعني ايه ان احنا ندي ولادنا اي حاجة وهم ماشيين كده عشان ما يبصوش لغيرهم. واشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات تانية جاية كتير، وقولوا لي افكار كده في الكومنتات بتعملوا ايه سندوتشات ندي لبعض افكار. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.